السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى من اصدقائي النصارى. دلوقتي في واحد نصراني اسمه بهاء وداخل بالاسم ده. فالمهم لما تكلمت عن اخراج الجن، المهم بعت لي الفيديو ده بتاع ابوه مكاري يونان. الفيديو بتاع ابوه مكاري يونان، وان هو بيخرج الجن من شيخ مسلم. واخدين بالكم؟ بيخرج الجن من شيخ مسلم. نتفضل بس مع بعض ونشوف الفيديو ده وهنعقب عليه مع بعض. الله المستعان. باسم يسوع المسيح تقعد. قلت باسم يسوع المسيح تقعد يعني تقعد. انت اسمك ايه؟ لا شوف، امر باسم يسوع المسيح. لا، لما اقول باسم يسوع المسيح تخرس انت تماما، ولما اسال عن اسمك تقول اسمك ايه؟ باسم يسوع المسيح. انت اسمك ايه؟ انت جاد؟ لا، اتكلم بهدوء. باسم يسوع المسيح تتكلم بهدوء. اسمك ايه؟ مرقس. جيت له ايه؟ وهو انت عامل حجاب؟ ايوه. مين اللي عمل لك حجاب؟ واحد. طيب ما دام عامل حجاب يبقى انت هتستقر فيه. مش كده. عايز ايه؟ تموت كده؟ مين اللي يموت؟ هو يموت. ما دام عامل حجاب يبقى ما يطلعش. المرة الجاية تجيب الحجاب وتيجي. انت عارف هو فين؟ انا مش عارف هو فين. مش انت اللي عامل الحجاب؟ لا، انا مش انا عامل الحجاب. امال مين اللي عامل؟ انا مش عارف. مين اللي عامل؟ انا مش عارف. طب اللي بيكلمني ده الجان؟ ايوه. طب الجان ده له اسم؟ مرقس. معاك حد تاني؟ ايوه. كم واحد؟ كم واحد؟ مش انا واحد تاني. واحد ايه؟ تاني. واحد تاني. بتقول كتير. ايه؟ واضح ان من كلامه انه هو شيخ مسلم. تمام. واللي راكبه جن نصراني اسمه مرقس. على كلام الجن اهو، على كلام الجن اللي عليه اسمه مرقس. قال له اسمك ايه؟ قال له مرقس. ما هو مرقس هيبقى ايه؟ نصراني. تمام. هو ما قال مرقس، فبالطبيعي لما هيسأل مرقس الجن النصراني وهيقول له من هو المسيح، هيقول له ايه مرقس؟ مرقس هيقول ايه؟ الجن مرقس هيقول ايه؟ هيقول هو الله. عادي، ده امر طبيعي جدا، ده امر طبيعي جدا. نكمل مع بعض. تعرف المسيح؟ مين هو المسيح؟ مين هو المسيح؟ الله. طبعا بقى الناس دلوقتي قاعدين مفكرين ان الشيخ المسلم هو اللي بيتكلم، وهو اصلا لا طلع لا شيخ مسلم ولا حاجه. وحتى لو هنفترض ان هو كان مسلم فهو متلبس عليه الجن نصراني، فالجن النصراني بالطبيعي اللي عليه هيقول المسيح هو الله، مش المسلم اللي في حالته الطبيعيه هيقول المسيح هو الله. ده لا يمكن يعني. كل روح مضادة تبادل الجسد ولا تعود إليه. أنا مش عايز
عايزك تتكلم. باسم يسوع المسيح الناصر، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي، نأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. الرشة الثانية والنفخة الثانية. باسم يسوع المسيح الناصر، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي، نأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يقتل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. الرشة الثالثة والنفخة الثالثة. هذا الجسد يتحرر باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي، نأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يقتل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. امين. اسمك ايه؟ هذا ما طلعتش، هذا اوضعت معه قوته. لا، يبقى انت الحجاب اللي عامله يا اما دي تمثيليه بتاعتك. اسمعني بس. طبعا تمثيلية، طبعا تمثيلية. ايوه برافو عليك، اعترفت ان انت بتمثل اهو. هذا الحجاب هو اللي بيخليك ما تطلعش. ايوه الحجاب، والحجاب ده ارادته هو. لا لا. طب اقول لك ايه، المسيح قدامنا دلوقتي حاضر معانا، تقدر تواجهه؟ تقدر تواجه المسيح؟ المسيح بيقول لك اخرج واخرج منه. المسيح بيأمرك. وانت منين عرفت ان المسيح معاك دلوقتي؟ عرفت منين يا مكاري؟ طب كمل. طب انا مؤاخذة، اسف ان قطعتك. اخرج منه. المسيح بيأمرك اخرج منه باسم يسوع المسيح الناصري، بسلطانه وحده اخرج منه. والتمثيلية نجحت، والشيخ المسلم خرج من عليه الجن، سبحان الله، باسم قوة الصليب وقوة بركة رب المجد يسوع. تعالوا بقى نشوف بقى الفيديو ده مع بعض. يلا نشوف الفيديو ده مع بعض. انا ملبسها حجاب يا ناس، حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم. ما بنعمل تمثيلية. بنعمل تمثيلية. ده السيف، وشوف ايدك اهي، وكمان ده بتاعته، يعني جاي السيف بشوفه بتاعته جايين يعملوا تمثيلية اهو. هذا السيف، كده شكله السيف. فطبعا ما تخلوش حد يضحك عليكم. طبعا هيكون لي سائل، ده هو في مسلمات يقولوا بالفعل وخرج منهم الجن بالفعل. ايوه هقول لك، ايوه حصل تمام، وشفت انا الموضوع ده بعيني تمام، شفت انا الفيديوهات دي. اولا انت اصلا لو رحت ليه ساحر وكاهن، هيخرج من عليك الجن بالطلاسم والاعمال الكفريه والشركيه والاستعانه بالجن، هيخرج من عليك الجن. فواضح ان الكنيسه بتستعين بالسحرة والجن في اخراج الشياطين.
وبرضو عشان نتكلم في الموضوع ده محدش يضحك عليكم، لان ظهر برضو مشايخ، يعني مش قفاوسه بس، لا في مشايخ يقول لك احنا بنخرج الجن وان هم مشايخ روحانيين، بيزعمون انهم مشايخ روحانيين. المشايخ الروحانيين طبعا بيدخلوا بقى على الناس بتاع الفيسبوك والوسائل التواصل الاجتماعي، بيدخلوا على الناس يضحكوا عليهم، يقلبون في قرشين ويقول لهم ايه، ابعت لي 500 جنيه، لان انا دخلت برضه على الموضوع ده وشفت الناس دي بتعمل ايه. 500 جنيه دول انا هعملهم عشان عايزهم منك عشان هشتري بخور وطقش مغربي وهشتري كذا وهشتري كذا، لزوم الشغل، و500 بعد ما الجن يخرج من عليك. فيبدأ طبعا الإنسان المتلبس بالجن ده عايز الجن ده يخرج منه، فبالتالي يقوم يبعت له 500 جنيه ويطلع في الآخر ده ايه، طلع شيخ نصاب. ففي نصابين كتير، فاحذروا من الحاجات اللي زي دي. أما الشيخ اللي يعمل طلاسم وأعمال ويقول لك خد الحجاب دوت واكتب طلاسم وأعمال شركية، وحتى لو قرأ القرآن فاعرف ان هو بيستعين بالجن والشياطين، فاحذروا منهم. وكمان بياخدوا فلوس، فاللي بيخرج الجن الإخوة والمشايخ المعالجين اللي بيخرجوا الجن بيعملوها ابتغاء مرضات الله عز وجل، ما بيقولوش للمريض هات أجر أو هات فلوس، بيعملوها ابتغاء وجه الله عز وجل. فعشان ما حدش يضحك عليكم إخوتاه ويضلكوا ويزعم أنه شيخ أو قسيس يعني بيضحكوا عليكم. الجن مذكور في القرآن واحنا مؤمنين بكده، ايوه في جن موجود، الجن مؤمنين بكده وبيخرج بالقرآن الكريم. اي حاجة هتخالف القرآن الكريم فهي باطلة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم هذا، وإن كان من توفيق فمن الله الواحد الأحد، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.